وصوله إلى اليمن كان حدثاً مثيراً للاهتمام بالنسبة لليمنيين على وسائل التواصل الاجتماعي. فبمجرد وصوله إلى مطار سيئون بحضرموت انتشرت العديد من التغريدات والمنشورات الترحيبية على مختلف منصات التواصل، معتبرين أنه سيلفت الانتباه العالمي لبلادهم، وذهبوا لمتابعة تفاصيل هذه الزيارة والاطلاع على ما سينقله الرحالة على أوضاع وجمال البلاد. تعالوا مشاهدينا لنرى كيف احتفى اليمنيون بهذا الرحالة. وبداية دعونا نقرأ ما كتبه المصور نزار المقبلي. وأخيرا جو حطاب في اليمن متحمس قوي للقصص والنتائج اللي بيطلع بها من بلاد خصبة زي اليمن. جو أكثر إنسان أتابعه وأحب محتواه للأبد، متأكد أنه بينقل صورة عظيمة جدا عن بلادنا. هذا منشور آخر لنهاد ياسين تقول فيه: مرحبا بالتويتر الأردني العالمي جو حطاب، نتمنى من أهل اليمن الترحيب به وتسهيل أموره. ننتظر الفيديوهات والعظمة اللي بنشوفها. ومع الأخذ بالاعتبار الوضع الأمني غير المستقر، راح كثيرون من المغردين يدعون جميع الجهات إلى تسهيل مرور وتنقل الرحالة ومرافقيه. قال علي التويتي: هذا جو حطاب فعلا أشهر يوتيوبر عربي، أتابع رحلاته الجميلة دوما، نتمنى أن يتم تسهيل مروره لكي يعطي انطباعا جيدا عن اليمن. أما محمد الحسني فأراد أن يرحب بحطاب بطريقة مختلفة، وهذا ما نشره على حسابه في فيسبوك. اليوتيوبر والرحالة العالمي جو حطاب: أهلا وسهلا بك، تنور منتجع قنا السياحي، لك إقامة شاملة تعيش أجمل أوقاتك في مالديف شبوة وعلى أجمل شواطئ البحر العربية. أهلا وسهلا فيك في منتجع قنا السياحية. نصل إلى تدوينة للمصورة جهاد محمد، والتي قالت: أحب محتواه ومتحمسة للي بيقدمه لليمن، بس لو سمحتوا يعني نحاول نخرج من دور الضحية وإنه العالم يشتي يشوه سمعتنا، وخلونا نستمتع باللي بيقدمه. هو عادة ما بينقل إلا الحقيقة وصورة جميلة عن اليمن إن شاء الله، أو صورة حقيقية على الأقل. أما الرحالة جو حطاب نفسه فنشر مجموعة صور من رحلته إلى بعض مناطق محافظة حضرموت. لنرى. وإذا كنتم تسألون مشاهدينا عن من يكون هذا الرحالة، فهذه نبذة تعريفية عنه نقرأها من حسابه في فيسبوك. اسمي جهاد حطاب، كنت أعمل بشركة كمحاسب حتى أتى يوم وقررت التغيير بعام 2016. اشتريت كاميرا وبميزانية قليلة استطعت أبدأ السفر والتصوير والتعلم من الصفر. حاليا صانع أفلام وثائقية وقصص ومستكشف للدول وثقافات وقبائل جديدة. تعلمت التصوير والسفر من التجربة والممارسة، والناس اللي بيتابعوني هم اللي وصلوني. سافرت 6 سنين متواصلة ووثقت أكثر من 700 فيديو من رحلاتي في أكثر من 60 دولة حول العالم. أكون دائما في الأماكن الغريبة والغير عادية اللي صعب الوصول إليها. أما الآن مشاهدينا تعالوا لنستمع إلى ردة فعل جو حطاب وماذا قال عن استقبال اليمنيين وترحيبهم به. والله تفاجأت صراحة. أول يومين الناس اللي قابلتهم يا أخي في كل مكان، الناس اللي تعال عندي على البيت، تعال مسجات في كل مكان، يعني استقبال رهيب. وأول مرة توصلني عدد مسجات بالطريقة هاي، يعني تقريبا زرت كثير دول. استقبال شعب مضياف، شعب مضياف، ويحب يعني يحب يستقبل الضيف بطريقة يعني والله أنا راح أخذك من بين الكل يعني كل واحد يبغاك ضيفه، يسحبك يشوفون أهل اليمن، أهل الشهامة وأهل الكرم. بس أنا لسه ما شفت شيء من اليمن والله صح اللي شفته هذا يعني شيء بصير. أعتقد 10% بس